مرحبا، يعطيكم العافية. لنا فترة ما طلعنا عليكم وحبينا نشارككم هالفيديو اليوم من بعد ما صار عنا رئيس للجمهورية ورئيس مكلف لإنشاء حكومة بلبنان. طبعا احنا ما كنا عم نطل قبل لسبب الراهن يلي كان عم يمرق فيه البلد من حرب ومن مشاكل. واليوم انا ما عم بحكي معكم كشخص بيطمح يترشح على الانتخابات النيابية بال 2026، ولا حتى عم بحكيكم باسم جمعيتنا نحن ليباني. عم بحكيكم بصفتي شخصية كمواطن لبناني. بسمع لأصدقائي ولرفقاتي وللأشخاص اللي بنعمل نشاطات نحن وياهم، ومجمعنا هالأفكار حتى نوصل فكرة من خلال هيدا الفيديو. بدي بلش أقول مبروك للبنان إنه صار عنا رئيس جمهورية. وبدي بلش كمان أقول إنه ب 3 أكتوبر 2021 كتبت على فيسبوك إنه الرئيس المقبل هو العماد جوزيف عون، والرئيس المكلف إما الست ليلى صلح أما القاضي الأستاذ نواف سلام. وكنت عم بتأمل إنه بال 2022 يكون اللواء عباس إبراهيم هو على سدة رئاسة مجلس النواب. طبعا أنا عم ذكر اليوم مش حتى نقول إنه نحن تنبينا أو كنا عارفين شو بده يصير، إنما لوضح صورة إنه نحن لما عم نقرأ سياسة ونحلل عم نقراها بشكل صح، وعم نجرب نحللها بشكل منطقي. لهيك حبيت بلش وأقول إنه نحن كنا شايفين هيدي المرحلة من تقريبا 4 سنين، واليوم عنا رؤية كمان بتمنى انه الكل ياخذها بعين الاعتبار ويشوفها لحتى ما نتكلف مرة تانية بعد 4 سنين كل المشقات يلي تكلفناها نحن، لانه رفض الجسم السياسي بلبنان من احزاب ونواب وتكتلات وزعامات انه ينتخبوا العماد جوزيف عون لسدة الرئاسة لاسباب ونكد سياسي كتير صغيرة. كانت جنبتنا كتير من المشاكل بلبنان لو انه رحنا على انتخاب وقتها كان لازم ننتخب. يلي حابب اقوله اليوم انه نحن عندنا فرصة، وعم بحكي تحديدا عن قصة تشكيل الحكومة. كنت بتمنى وعم بتمنى انه هالحكومة تكون تكنوقراط بكل معنى الكلمة، وتكون غير ممثلة ولا من الاحزاب ولا من التكتلات النيابية، لانه عمل الحكومة لازم يراقبوا مجلس النواب، فما بصير انه يكون نفس الاشخاص يلي بده يراقبوا عمل الحكومة هن بالحكومة. ولكن احنا بنعرف انه في كثير مشاكل اليوم، في ضغوطات. لهيك عم بتخيل انه بعد انتخابات النيابية وخاصة اذا صار اقتراع كثير عالي وتغير المجلس النيابي، ممكن يصير في حكومة تكنوقراط غير ممثلة لا من الكتل النيابية ولا من الاحزاب، انما تكون حكومة تكنوقراط بكل معنى الكلمة، اكاديمية، تقدر تنقل لبنان من المرحلة اللي هو فيها اليوم اقتصاديا وامنيا لمرحلة احسن. يلي عم نفكر فيه اليوم بالنسبة للحكومة، إذا يعني إن شاء الله تكون قريبة، إذا وللبد الأحزاب بدهم يحطوا وزراء لهم بهالحكومة أو التكتلات السياسية على أمل يكونوا تكنوقراط، وبتمنى إنه يكونوا من النقابات، بمعنى خلي النقابة هي تسمي الوزير المختص. يعني مثلا وزير الصحة ليش مش نقابة الأطباء هن بيختاروه؟ وزير العدل ليش مش نقابة المحاميين مع القضاة هن بنقوه؟ مثل ما انه وزير الداخلية وزير الدفاع لازم يكونوا من السلك العسكري، مثل ما انه لازم بشي طريقة اذا مش هلأ بعدين يصير في فصل للوزارات بين وزارة الداخلية والبلديات، يكون في استقلالية معينة الاثنين، خاصة لانه نحن واصلين ان شاء الله على اللامركزية إدارية. وهون بفتح بين قوسين وبقول انه انتخابات البلدية ان شاء الله حتصير بأيار او حزيران. بتمنى ومنوجه رسالة لكل العالم، رجاء انزلوا انتخبوا أعضاء جديدة للمجلس البلدي. 2016 نسبة الاقتراع كانت تحت 22%، مع وضد. عنا فرصة كتير كبيرة وهيدا امتحان انه نقدر نحن بانتخابات البلدية المقبلة نعمل تست لحالنا، نشوف كيف عم نتحضر للانتخابات النيابية، ونجيب مجالس بلدية جداد، أعضاء جداد عندهم برنامج عمل حقيقي وجدي وإنمائي للمناطق، خاصة أنه في توجه نروح على اللامركزية إدارية. لهيك رسالة اليوم لسيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما ترد على حدا أصلا. يعني أنا أكيد أنه أنت مش ناطر نقول لك أو لا، أنت بتعرف ظروف البلد، وأنت بتعرف كيف راكبة تركيبة بهيدا البلد، وكيف عم بيصير التغيير العالمي تجاه المنطقة كلها ككل. ولبنان شقفة أساسية، وكان واضح لكل يلي قال إنه لا، لبنان بطل محط أنظار ولا اهتمام
لامريكا واوروبا وروسيا طلع كله غلط، وشفنا قد ايه في ضغط كتير كبير لحتى يتقاسموا حصص الثروات الطبيعيه والبتروكيميائيات وغيرها بقلب لبنان، وعم ينضغط كتير لحتى يصير في حل لهالملف كرمال العالم الخارجي اوروبا او امريكا او روسيا كيف يرضوا بعضهم لحتى ياخذوا خيرات هذا البلد. لهيك بنقول اشتغل يا فخامة الرئيس وما ترد على حدا، يلي هو انسب للبلد اعمله، لانه في ناس حتضل زعلانه، في ناس حتكون مبسوطه، فلا الافضل يكون في ناس زعلانه ونكون عم نبني بلد. وللرئيس المكلف القاضي الاستاذ نواف سليم، يا ريت بكونوا فعلا مجلس الوزراء الجديد، هالوزراء الجداد هن طبقه تكنوقراطيه اكاديميين بالتنسيق والتشاور مع النقابات لحتى نجيب الشخص الانسب بالمكان الانسب، على امل انه بعد انتخابات 2026 يبطل عنا هيدي الحواجز كل ما بدنا نألف حكومه، وتكون كثير اشياء تغيرت، من تحديد المهال، من تسميه الوزراء، من يعني محاسبه مجلس النواب لاداء وعمل الحكومه وغيرها من الاشياء. وعندي راي كمان صغير بحب زيده، انه كمان مثل ما شفنا بال 2021 بالسياسه وين رايحه الامور، بعتقد انه بال 2026 رايحه الامور ان شاء الله، وهذا wishful thinking، يعني يكون اللواء عباس ابراهيم ترشح على الانتخابات النيابيه، ويكون الخلف الايجابي بالصوره الايجابيه لرئاسه مجلس النواب لدوله الرئيس نبيه بري، لحتى نقدر نكمل مرحله جديده جدا واصلين لها نحن السنه الجايه. وبعتقد انه الرئيس سعد الحريري رح يكون له دور كتير كبير بالحكومه الجديده بعد 2026، اما هو بيكون مكلف للحكومه، اما شخص بالتشاور معه، مش رح اقول من قبله لانه الكلمه كتير غلط، ولكن بالتنسيق معه لاختيار شخص اخر، ولو انه في الاستاذ نواف سليم يعمل شغل كتير حلو ويرجع يترشح مره ثانيه، ولكن انا اكيد انه الرئيس سعد الحريري رح يكون له دور كتير كبير بالمرحله اللي جايه، بغض النظر اذا في اشخاص بتحب هذا الشيء ولا لا. نحن عم نحكي بالسياسه هيك شايفينها. بحب خلص هالفيديو لكم رجاء حضروا حالكم للانتخابات البلديه وللانتخابات النيابيه. الجيش اللبناني بحاجه لنا، رئيس الجمهوريه بحاجه لنا، الحكومه بحاجه لنا. الفساد ببلش اصلاحه من بيوتنا قبل ما حتى نوصل للدوائر الرسميه والحكومات والوزارات، ولازم كلنا نتاكد انه هذا الشيء ما رح يصير بيوم واثنين، بده يكون نفسنا طويل، لانه اللي بيصبر بنول بنهايه المطاف. وخلوا ببالكم على طول انه بكره احلى وبكره قلنا.